السلام عليكم. يا رب تكونوا بخير. العنوان صادم بس حقيقي. احنا ما بنخبيش حاجة على حضراتكم، ودايما بنحاول ننقل لحضراتكم الصورة كاملة ونحطكم في الصورة، علشان لو في حد في ايده حاجة، لو حد حابب بيفهم حاجة، بنقدم المعلومة كاملة، الصورة كاملة. ما بنحاولش نخبي حاجة ولا نخدع حاجة، سواء ايجابيات او سلبيات. لازم تعرف ان كل حاجة في الدنيا ليها ايجابيات وسلبيات، ولازم احنا كدورنا كناس بنتكلم في العربيات الكهرباء، كحد بلوجر بيتكلم في العربيات الكهرباء، كحد بقى سميني زي ما تسميني بقى في العربيات الكهرباء، حد قديم، حد خبرة، ايا كان. لازم انقل الصورة عشان دي امانة، ولازم نبلغ علشان دي امانة ربنا ائتمنا عليها، ولازم نوصل لحضراتكم الصورة كاملة في العربيات الكهرباء اللي بتوصل لنا. ويا ريت لو حد عنده معلومة او حد عنده اضافة او حد عنده تصحيح للمعلومات اللي احنا بنقولها، يا ريت يقولها وفي اقرب وقت، علشان برضو لو عندنا لبس او عندنا مثلا معلومة ناقصة يا ريت حضراتكم تكملوها لنا. من المعلوم مقدمة كده في نص دقيقة عشان الناس اللي مش متابعة معانا، ان العربيات الكهرباء اول ما دخلت مصر، او محطات الشحن تحديدا، يعني اول ما دخلت مصر دي كانت محطات مجانية. انا حضرت الفترة دي وكنا بنشحن عربياتنا ببلاش. تقريبا سنة 2017 او 2018 كنا بنشحن العربيات ببلاش، لغاية سنة 2020 تقريبا بدأت المحطات يتحط عليها رسوم لشحن العربيات الكهرباء، وبدأت الشركات تنتشر اكتر اللي هي بتشحن العربيات الكهرباء، محطات الشحن العامة او محطات الشحن التجارية. بعد كده كان بقالهم فترة كبيرة جدا بيقدموا شكاوى. يمكن كان الموضوع ده في سنة 24 25، بيقولوا ان احنا التسعيرة بتاعت بيع العربيات او بيع الطاقة او بيع الكهرباء للعربيات الكهرباء دي تسعيرة قديمة، واحنا لازم نحدث التسعيرة او لازم تزودوا لنا الاسعار، نظرا لاختلاف اصلا سعر الكهرباء اللي بنشتريها من شركة الكهرباء او اختلاف سعر الدولار. في سبتمبر 25 اتغيرت اسعار بيع الكهرباء للسيارات الكهربائية بنسبة 180% زيادة، لتتناسب مع يعني الزيادات اللي حصلت سواء في الدولار او الزيادات اللي حصلت في اسعار الطاقة بشكل عام في مصر. ايه اللي حصل بعدها؟ اللي حصل ان الشركات فرحت جدا واحنا كمان فرحنا. في ناس قالت يا نهار ابيض ده انتوا زودتوا الطاقة. لا، احنا فرحنا، ما فيش مشكلة خالص. احنا اتبسطنا وقلنا ان ده شيء جميل عشان المحطات تتطور وعشان الشركات دي تنمو وتكبر ويبقى عندها فعلا محطات اكتر على الطرق، وتقدر يبقى عندها الشركات تكسب. لما الشركة تعمل بنفيتس كويسة جدا دي يبقى خلاص هتنتشر اكتر، هتنشر محطات اكتر على الارض، وبالتالي العربيات الكهرباء تنتشر. طيب المشكله كانت فين؟ ما كانش فيه. انا بالنسبه لي كراجل يعني معلش فاهم في العربيات الكهرباء، او يمكن عندي نظره مستقبليه شويه من زمان، او راجل يمكن عشان دارس اقتصاد وعلوم سياسيه، ان كان بقى يعني انا راجل قلت والله ده خطوه ايجابيه وحاجه ممتازه لصالح محطات الشحن. والفرق حتى لو كان كبير فبرضه احنا ما حصلناش العربيات البنزين ولا قربنا منها اصلا. يعني لما تيجي تقارن كده العربيه البنزين بالكهرباء مفيش مقارنه، يعني الاثنين فعلا بعاد عن بعض جدا. يا ريت يا جماعه فعلا، معلش يعني شايف ما شاء الله عدد كبير موجود معانا على اللايف، يا ريت تشيروا الموضوع ده علشان بجد اللي عنده معلومه يا ريت يضيفها او يصحح معلوماتنا اللي احنا هنقولها لحضراتكم دلوقتي، المعلومه المهمه اللي هنقولها يعني. يا ريت الناس فعلا يعني تضيف لينا معلومات. طيب ايه اللي حصل؟ ان هي اتسعرت بزياده 180%، وبقت اسعار الكهرباء في الدي سي تقريبا 6 جنيه ونص، وفي الاي سي بقت 3 جنيه و40 قرش في محطات الشحن. طيب كلام جميل رائع. الناس قالت ايه؟ او احنا قلنا برضو يا جماعة انت عندك الشحن المنزلي بتاعك هو اساس شحن العربية الكهرباء. احنا كلنا راكبين عربيات كهرباء، اساس الشحن بتاعنا هو الشحن المنزلي. مش عارف بقى، تقريبا شركات الشحن اللي موجودة حست ان في منافسة ليها، او حست ان في مثلا الشرائح او الكهرباء المنزلية دي بتنافسها مثلا. مش عارف يعني. هو اللي حصل ان كان مسموح بتركيب عداد شحن لعربيتك الكهرباء في البيت، واعرف ناس يعني بالمئات
ركبوا الموضوع ده، واحنا ساعدنا ناس كتيره جدا في القصه دي. بالمئات ركبوا محطات شحن، او ركبوا عداد 3 فاز في البيت لشحن عربيتك الكهرباء، او عداد مستقل لشحن عربيتك الكهرباء حتى لو 1 فيز. اللي حصل بقى مؤخرا، او اللي حصل القرار اللي صدر من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ان هو اصدر قرار، ويا ريت الناس تتحقق من صحة الموضوع ده. برضو بكرر تاني، ده اللي وصلني، وقد يكون الكلام مشكوك فيه، فارجوكوا صححوا لي يعني. ان هو منع تركيب عدادات سواء 1 فيز او 3 فيز لصالح العربية الكهرباء في البيت. يعني هو قال لا، انت عايز تركب في بيتك، عايز تشحن في بيتك، اشحن على عدادك، احنا مش هنديك عداد زيادة، هو نفس العداد. طب انا عندي عداد 1 فيز وعايز اشحن على، او عايز عداد 3 فيز عشان اشحن عربيتي، مثلا لو انا عربيتي فوق ال7 كيلو واط، لا ملناش دعوة، اشحن على عداد البيت. الكلام ده ان صح فهو فعلا بيهدد انتشار العربيات الكهرباء. يعني خدوا بالكم الموضوع ممكن يكون محلول. انا مثلا عربيتي 11 كيلو واط وعندي عداد في البيت 1 فيز، خلينا نحسبها كده ببساطه. يعني عداد ال1 فيز ده بيبقى من 25 امبير لغايه 40 امبير تقريبا. طب انا عربيتي 11 وانا عندي البيت يمكن بيسحب مثلا حوالي، يعني انا عندي التكييفات كلها انفرتر فما بتسحبش اصلا. يعني الانفرتر دي ما شاء الله نعمه من ربنا، يعني مع انها اغلى بكتير بس هي نعمه. انا مش ما بتسحبش كهرباء خالص. يعني بشغل ال3 تكييفات سخن مثلا النهارده في الايام اللي احنا فيها في البرد دي، بشغل ال3 تكييفات سخن، والسخن بيسحب اكتر من الساقع، وكل التكييفات تقريبا بتبقى حوالي 15 امبير ولا حاجه. يعني ما بتبقاش اوفر. لو بشحن العربيه معاهم العربيه 11 امبير، فيعني 11 كيلو وات 32 امبير، فيعني الموضوع مش ما بيبقاش اوفر، يعني ما بيبقاش اوفر جامد. يعني الحمد لله عندي العداد 1 فيز بس 40. فيعني برضو لو انا شغلت الثلاث عداد، ده 9 و32، يعني والله ما بحصل ال40، يعني بتقف مثلا عند 36 37 يعني في الحدود دي، او 38 بصراحه. يعني التكييفات انفرتر زي ما قلت لحضراتكم ما بتشتغلش كلها مره واحده، برضو ما بتقومش كلها مره واحده. طيب لو انا عندي عداد 3 فيز فالدنيا في الامان قوي. يعني من 80 ل 90، من 80 ل 100 امبير ده قدره العداد اللي في البيت اللي هو 3 فيز بتاع حضرتك، من 80 ل 100 امبير. فطبعا ده رقم كويس قوي. يعني لما اخد منهم مثلا 48 امبير لصالح الثلاثه، فانا عندي نص العداد فاضي، نص العداد ممكن احمل عليه عادي. يا ريت تصححوا لنا بس المعلومات بتاعه القرار ده، لو حد عنده معلومه، او بجد حد عنده فعلا يعني تاكيد للمعلومه، او حتى نفي ليها. يا ريت يكون في نفي، يا ريت. انا اتمنى يكون في نفي، انا حقيقي اتمنى يكون في نفي. انا عايز حد مسؤول من الكهرباء يطلع ينفي، يقول لا الكلام ده غلط. يعني يا ريت يعني بجد. طب احنا وصل لنا المعلومه منين؟ وصل لنا المعلومه من مصادرنا ايا كان بقى، يعني معلش يا ريت تصححوا لنا المعلومه من فضلكم، سواء بقى حد مستهلك، حد مسؤول، ايا كان، يا ريت يصحح لنا المعلومه دي ارجوكم. يعني ده بصراحه حاجه عايزه تحد من من انتشار العربيات الكهرباء. يعني احنا ما بنصدق نقول ان احنا بنشحن في البيت والدنيا جميله والدنيا اقتصاديه وروعه، وبنوفر على الدوله دولارات وبنوفر على الدوله. يعني انا سعيد بالعربيه الكهرباء لان هي فعلا يا جماعه مشروع اقتصادي للدوله مربح جدا. واظن بدا دلوقتي في عربيات او في حاجات كتيره جدا شبه التكاتك بدات تنتشر، ونزلنا الاخبار دي وقلنا ان العربيات دي بدات تنتشر وبدات تعمل صدى كويس عند الناس. ودي مشروع فعلا اقتصادي للدوله قبل ما يكون المواطن، العربيات الكهرباء. وبدا دلوقتي التصنيع ما شاء الله والدنيا جميله. يعني فما نجيش بقى نلاقي ان الجهاز ما شاء الله يعني مرفق تنظيم الكهرباء وحمايه المستهلك وبمنتهى الجمال، يعني ما شاء الله داخل يقول لك ما فيش عدادات للعربيات الكهرباء. يا فندم ده انت المفروض حضرتك تقول انا عندي عداد مخصوص اهو مثلا موجود، شكله كذا، مواصفاته كذا، هنزله مخصوص للعربيات الكهرباء. يلا يا جماعه اشتروا عربيات كهرباء وادي العداد اهو، بدل ما كان مسموح بس، لا ده احنا ندخل عداد مخصوص. وده اللي المفروض يحصل والله بجد. يعني انا شغال في وزاره الكهرباء. طب والله يا استاذ خالد ما شاء الله اهو دخل، ربنا يكرمك. احنا يعني في قرار صدر بايقاف تركيب عدادات
3 فاز او 1 فاز لصالح العربيات الكهرباء في المنازل. يا ريت حضرتك تاكد لنا المعلومه او تنفيها، نرجو يعني كده. يعني المفروض ان يبقى في زي ما قلت لحضراتكم كده عداد مخصوص بشكل مخصوص بمواصفات معينه، تطلعه وزاره الكهرباء وتقول يلا يا جماعه اشتروا عربيات كهرباء، وانا عملت لكم عداد مخصوص اهو للي عايز اي عداد يضيفه في البيت عنده لصالح العربيه الكهرباء. العداد موجود. احنا بنوفر طاقه، بنوفر عمله على الدوله، بنوفر حاجات كتيره قوي 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 كعربيات كهرباء، ومنتظرين الدوله تدعم العربيات الكهرباء اكتر واكتر واكتر. وعشان في الحكومه سواء اللي موجوده او اللي جايه ايا كان، ان هي فعلا تقدم تسهيلات وتقدم دعم كبير جدا للعربيات الكهرباء. يعني والله يا فندم مش اشاعات يعني هي مش اشاعات، هو فعلا قرار، فعلا ده حقيقه، مش هزار يعني. بس انا بقول يا جماعه يا ريت يعني اكدوا لنا ان هو غلط من فضلكم يعني يا ريت، بس هو قرار، بس انا مش معايا نص القرار، فلذلك انا بحاول استند على حضراتكم تساندونا وتساعدونا ان احنا نثبت يا رب ان هو غلط، او ان هو حتى نثبت ان هو صح، عشان نعرف يعني الناس تبقى عندها المعلومه، بدل ما الناس تفضل تجري ورا شركات الكهرباء وتفضل تروح وتيجي على الفاضي، يبقى حرام. يا رب ان شاء الله نكون قدمنا كده يعني معلومه، ومنتظرين تاكيد من حضراتكم بعد اذنكم على الحاجات دي. وطبعا استاذ خالد والاعضاء الكرام كلهم يقدروا ان شاء الله يتاكدوا من القصه دي. خالص تحياتي واشوفكم دايما على خير. السلام عليكم.